هو دخل سيميدو، كان تبديل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء. 600 رقم 600 هدف 600 هدف لميسي مع نادي برشلونة. إذا ميسي في الملعب، الأسطورة موجودة، الأسطورة موجودة، الأسطورة لا تنتهي. الرمز المتجدد أبدا هنا يورجن كلوب لا يصدق. وقد تسكن شباك فاكليك على اليسار. ليو ما زلت نحكي. ليو بكرة تخترق جدار الصد على يسار أنجيكي فاكليك واستمع إليها. ليو يصادر جول. شو هذا؟ لا قلت لكم يا سادة يا كرام، ثروة كروية لا مثيل لها في الكرة. ليو شوي عليه اسم أسطورة. هذه هي في الكرة الأوصاف في حد ذاتها. ميسي للهدف الأول افتتحت. الله، هي متعة، هي إثارة، يا لها من إثارة لهذه الليلة ما بين برشلونة وريال بيتيس. نعم لكم الحق في ذلك. يضعها وكأنما يرميها بيده، يضعها وكأنما يقول هل تتجرؤون على التصدي؟ المباراة بخلاف طبعا عنده 103 إجمالي في الأهداف الأوروبية. هذه ميسي ال101 عد معايا ميسي، عد معايا ميسي هنا. المتعة حاضرة لأن دائما وأبدا يأتي بالجديد. ميسي لا ينتهي أبدا، ميسي دائما وأبدا مبدع في هذه اللقطة. هو ادي جماهير بيرجع دوبل. كان الحديث هل أنجلينو يقدر يوقف ميسي؟ يتقدم ليو. الهدف الأول لبرشلونة. علمهم يا ميسي أصول الكرة، والأكيد شوي عليك كلمة أسطورة. كل العالم مفتون بسحر قدميك، كل العالم مشتاق لفنك وجنونك، ولا واحد في هذا العالم لا يعشق فنونك. يا ليو يا ليو. Suarez must be saying, this time, Leo, please, this time. There's Messi over the top. 1-0 to Barcelona. It's Messi again. And you cannot believe how often he does it. The little genius strikes again. The movement clearly putting Diego Lopez off. He had no idea where that was going. The softest of chips. The ball once again finishes right in the back of the net. It's Leo Messi, and there's no need to say any more. See, well, there is, Simon, simply because it's a Panenka. A Panenka penalty has become in vogue, and cricketers will talk about the slow ball confusing people. Now it's beautifully paced. لأن عندما نتحدث عن كرة القدم في هذا القرن فهو قرن ميسي. هو زمن ميسي، هو زمن ميسي يضعها، وأي لمسة وأي إبداع وأي يعني تواجد وحضور وذهن حاضر يسجل هدفه رقم 22 في تاريخ المواجهات مع اسبانيول، ورقم 19 في مباريات الليغا الإسبانية في مرمى اسبانيول. هو عاشر أهدافه وهدف 10 على 10 في هذه الكرة وهذه اللقطة. روبي دائما وأبدا ميسي يعرف طريق النصر في هذه المباراة جدا وزي ما الأمور متظبطة مع ميسي. ودي واحدة جديدة. اوبا يا خبر أبيض، ده دييجو لوبيز هيحلم بهذه الكوابيس، كوابيس ميسي يسجل الهدف الثاني ليه في هذه الليلة والهدف الرابع في هذه المباراة من هذه الكرة. أين الحائط؟ أين دييجو لوبيز؟ أين اسبانيول؟
وميسي حاضر وأي حضور. هدفه رقم 11 يضع في قمة الهدافين مع أسطواني مهاجم جيرونا. ميسي يضعها من فاولين يعني على كيف الكيف أمامنا.